مرح زمانك ويا زماني، عمري اللي فات ما حيرجع تاني. مرح زمانك ويا زماني. وانا كل ما ده اقعد اسمع عمري اللي فات ما هيرجع تاني، عمري اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني، هيرجع. في راديو زمان كل اللي فات هيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. زمان وكان يا مكان. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم كمال الشناوي، سهير المرشدي، كمال حسين، بالاشتراك مع مديحة حمدي. كل حاجة بتتغير. حبنا مش ممكن، الأيام مش هتقدر، الظروف مهما يحصل حبنا بيكبر بيكبر. ودارت الأيام ودارت الأيام سباعية من تأليف بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. مين؟ أنا يا هدى. عادل، غريبة. اللي جابك دلوقتي؟ غريبة لما الواحد يرجع بيته الساعة 9؟ على الأقل بالنسبة لك. الحقيقة أنا قلت نسهر سوا الليلة، بقالنا مدة طويلة. ولا البرتيتة خلصت بدري؟ جراية يا هدى، أنا مش حلفتلك آخر مرة إني لا يمكن ألعب تاني؟ وآخر مرة دي بقى هتبقى إمتى؟ ليلة ما خسرت مصروف البيت، ولا ليلة ما بعت الخاتم بتاعي، ولا ليلة بقى أنا جاي لك بدري علشان تسمعيني الكلمتين دول؟ على رأيك الكلام ملوش فايدة. تحب تتعشى ولا اتعشيت بره؟ لا، هناكل لقمة سوا. أمال أسامة فين؟ دخل أوضته من شوية. طب مش كان استناني؟ والله ما يعرفش إن أبوه هيرجع بدري النهاردة. وعلى طول هرجع بدري، إيه رأيك؟ إن شاء الله. على فكرة يا هدى، إحنا عندنا ضيوف معزومين على العشاء بكرة. شوف بقى أما أقولك، لعب في البيت هنا مش هقعد لك أبدا. لعب إيه بس يا هدى؟ ده واحد زميلي هو ومراته. واحد من البرتيتة إياها مش كده؟ ده مدير البحوث الفنية في المؤسسة، واخد دكتوراه من فرنسا واستلم شغله مفيش أسبوعين. ولحقت اتلميت عليه؟ يا عيني على مراته. انت بتتكلمي على ايه؟ ده لا بيلعب ولا حتى يعرف ان انا بلعب. امال ايه بقى اللي خلاك تعرفه؟ يا هدى يا حبيبتي صدقيني، وبكرة تتأكدي بنفسك. اسمه الدكتور مدحت الجرواني. مدحت الجرواني؟ ايوه، مدير البحوث الفنية في المؤسسة. واخد دكتوراه من فرنسا؟ ايوه، عبال ما اقلع هدومي تكون انت حاطط لنا الاكل. مدحت الجرواني. مدحت اتأخرت عليا ليه؟ يا دوب عقبال ما خلصت المحاضرة. ده انا قاعدة لوحدي. وانا كمان يا هدى، من غيرك بحس ان انا لوحدي حتى لو كانت الدنيا كلها معايا. اسمع يا مدحت، بلاش نتقابل في الكازينو ده، نشوف اي حتة تانية. ليه يا هدى؟ جنب الكلية على طول، والطلبة والطالبات رايحين جايين يتغمزوا عليا. بس انا بتفائل بالكازينو ده قوي. هنا اتولد حبنا وهنا كبر، وبكره نقعد سوا على الكراسي ديت وولادنا يجروا حوالينا. ايوه يا حبيبي، بس انت عارف كلام الطلبة ملهمش سيرة غيرنا دلوقتي.
احنا عارفين نفسنا كويس. حبنا ده اعظم حب في الدنيا، نفتخر بيه مش نكسف منه. ايوه، بس احنا عايشين في مجتمع وفي تقاليد لازم نحافظ عليها. الحكاية هانت خلاص يا هدى، خلاص كلها شهر ولا 2. وبعدين اول خميس بعد نتيجة البكالوريوس ما تظهر هيكون يوم خطوبتنا. كده هو على طول. تعرفي لو انا متأكد من النتيجة كنت عزمت الناس من دلوقتي. امال الباقيين يقولوا ايه؟ ده لو نجح واحد بس هتبقى انت يا حبيبي. يا ريت يا هدى. كل سنة بتنجح بامتياز. طب ما انت عارفة انت السبب. انا بذاكر وبتعب عشان استحقك انت. وانا بفتخر بيك يا حبيبي. حاسة الناس كلها بتحسدني عليك. الاول في الكلية، بطولة الجامعة في التنس، احسن واحد في فريق التمثيل. وانت كمان. لا، ايه؟ انا تلميذة خايبة في سنة تانية بتنجح بمقبول بالعافية. بس يعني واخدة امتياز في الجمال والاخلاق والذوق. ايه رأيك يا هدى؟ في ايه يا روحي؟ خطوبتنا اول خميس بعد نتيجة البكالوريوس ما تظهر. ايه، موافقة؟ ما انت عارف رأيي. هدى، انا هخليكي اسعد واحدة في الدنيا. يا خبر، اكتر من كده؟ بكرة تشوفي. مش هتقدر. انا سعيدة لدرجة ان مفيش حاجة تزود سعادتي ولا تنقصها. صحيح يا هدى. زي البحر، ياخدوا منه ما ينقص يحطوا فيه ما يزيدش. هدى، هدى حبيبتي. هدى هدى. ايوه يا عادل، في حاجة؟ انت لسه ما حطيتيش العشاء؟ امال واقفه في المطبخ تعملي ايه؟ دقيقة واحدة. بقى اليوم اللي اجي فيه بدري عشان اتعشى معاك. قول لي يا عادل، الضيوف اللي جايين بكرة كام واحد؟ 2. الدكتور مدحت ومراته. مراته؟ هو متجوز؟ الله، انا مش قلتلك اول ما جيت؟ انت مالك النهارده سرحانه ليه؟ ومراته دي شكلها ايه؟ عروسه جديده ما بقالهاش شهرين. حلوة؟ والله في الحقيقه انا ما شفتهاش، بس قطعا يعني مش هتبقى نص الحلاوه بتاعتك. اتريك حاسس بيا قوي. هو انا كل ما اجي اقول لك كلمتين حلوين عايزه تقلبيها خناق؟ يا سيدي لا خناق ولا حاجه، روح انت وانا هجيب لك العشاء على طول. ارجوك يا هدى افهميني عشان خاطري. مدحت، انت مجنون؟ دي فرصة العمر ما ضيعهاش مني. طول عمري بتمنى اخد الدكتوراه. وانا اسمعي، هنعلن خطوبتنا قبل ما اسافر وتستنيه لحد ما ارجع. تضحك عليا بتبلع عشان اقعد استناك 4 سنين. السنين بتجري يا هدى، والاخر تجيلي متجوز واحده من بره. مش ممكن. انا مش شايف حد غيرك في الدنيا دي كلها. كلام، انما اول ما لقيت فرصه بعتني وعاوز تسافر. ده مستقبلنا سوا يا هدى. تصوري لما جوزك يبقى معاه دكتوراه. ما تضحكش عليا بالكلام ده. انا ما اقعدش 4 سنين استنى واحد والاخر رجعلي متجوز وعنده كام عيل. ده كل حبنا مش قادر يديلك ثقه فيا. حبنا؟ هو فين ده؟ اديك عايز تدوسه برجليك. الدكتوراه عندك اهم حاجه. بس انتي كل حاجه يا هدى، كل حاجه. متعرفيش انا عملت ايه عشان اخدك معايا، لكن 100 عقبه و100 سبب منعني. اقعد انا زي البيت الوقف مستنيه حضرتك لما ترجع بعد 4 سنين. جايز بعد سنه ولا 2 اقدر ابعتلك عشان تحصليني. جايز؟ لا، دي مساله كرامه يا مدحت. انت بتختار بيني وبين الدكتوراه. لا يا هدى، لا. انت حياتي كلها. لو بتحبني صحيح ضحي بالبعثه. تقدر تاخد الدكتوراه من هنا. انت بتظلميني بالشكل ده. طب ليه انت عاوز تظلمني وتخليني استناك؟ انا برجوك يا هدى تقدمي التضحيه ديت. مش هتروح، هردها لك قدام. مدحت، احنا اتفقنا على حاجه من الاول ولازم ننفذها. الظروف يا هدى، دي فرصه قدامي. وما فكرتش في الكلام اللي هيقولوا الناس. هيقولوا ايه؟ قاعد يتسلى بيها وهو تلميذ واول ما اتخرج سابها وسافر. سيبك بقى من كلام الناس، كفايه. احنا فاهمين بعض كويس يا هدى. ما تحاولش تقنعني يا مدحت، مفيش فايده. هدى اسمع يا مدحت، اذا سافرت البعثه وسبتني تبقى اخترت حياتك بعيد عني. مش ممكن. لا انا هقدر ولا انت هتقدر. لا انا هقدر قوي. انت ما تعرفنيش لما حاجه تمس كرامتي. الحكايه مش كرامه. شوف يا مدحت، اللحظه اللي رجلك فيها تلمس سلم الطياره نفس اللحظه اللي تنتهي فيها كل حاجه بينا. فاهم يا مدحت؟ يا هدى، هدى، يا هدى،
ايوه ايوه يا عادل. ايه ده؟ كل ده بتجهزي العشاء؟ ده انت لازم عامله لنا عزومه بقى. طيب اتفضل الاكل اهو. طب يلا يا حبيبتي اقعدي كلي معايا. معلش انا ماليش نفس. بقى اليوم الوحيد اللي اتعشى فيه معاكي. معلش يا عادل، انا تعبانه شويه، عن اذنك. رايحه فين؟ هدخل السرير. تصبح على خير. هدى، انت ليه ما بترديش على جوابات مدحت؟ هرد عليه بمناسبه ايه؟ تاني جواب بيبعتهولي على الكليه بيترجاني يخليكي تردي عليه. يا عاطف، مدحت بالنسبه لي انتهى خلاص. ده بيحبك، هتجنن عليكي. شوفي كاتب ايه. مدحت بيدور على حب سهل، مش عايز يضحي، والحب اللي ما فيهوش تضحيه ملوش قيمه. ده كتب لك 11 جواب لحد دلوقتي، وبعد ما زهق منك كتب لي علشان اكلمك. هي ارد اقول له ايه؟ قولي له هدى هتتخطب الخميس اللي جاي. سيبك بقى من الحركات دي. صحيح والله يا عاطف، خطوبتي الخميس اللي جاي. ايه بتتكلمي جد؟ ايوه والله. عادل ابن عمي. عادل ماله؟ مش احسن من مدحت؟ مهندس كويس ومهما كان ابن عمي برضه. ايوه بس انت ما بتحبوش، وقبل كده طلبك ورفضتي. واحد يدور عليا احسن من واحد ادور عليه. بس عادل مش بتاع جواز، انت قلتي لي كده بنفسك. سهر ولعب ومغامرات كل ده ممكن يتصلح بعد ما نتجوز. لا يا هدى، ما تضحكيش على روحك، دي حياة مش لعبة. امال عايزاني اعمل ايه؟ اسيب الطلبة في الكلية يتريقوا عليا؟ اسيب الناس كلها تقول مسكينة سابها وسافر؟ دي حياتك يا هدى، ملكيش دعوة بحاجة. خلاص يا عاطف، انا وافقت وخلاص. خطوبتي العادل يوم الخميس. طب خدي جواب مدحت تقريه. مش عاوزة اسمع منه اي حاجة. الجواب كله علشانك، انا ماليش فيه غير سطرين 2. انا عارفة هو هيقول ايه، انما برضه مفيش فايدة. طب علشان خاطري اقري الجواب، ابقى انا عملت اللي عليا. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. إن مثل هذا الحب لا يسطع في حياة الإنسان غير مرة، وكثير من الناس يعيشون ويموتون دون أن يصادفهم مثل هذا الحب العظيم. فلماذا تريدينه يتيما بلا أبوين؟ دعيه ينمو بيننا، وسأعود بعد سنوات قليلة لنتابع سويا رحلة العمر. ماما، لنتابع ماما، ماما، ماما. أسامة، تعال يا حبيبي تعال. أنت لسه صاحي يا حبيبي؟ أيوة يا ماما. ليه حبيبي ما نمتش لحد دلوقتي؟ مش جاي لي نوم يا ماما. ليه يا روحي؟ في حاجة تعبك؟ متضايق من حاجة؟ النهاردة ما جيتيش تبوسيني قبل ما انام. انت زعلانة مني يا ماما؟ أبدا أبدا يا حبيبي أبدا. أول مرة تنسيني يا ماما. أنساك؟ مش معقولة أبدا أنساك يا أسامة. أنت كل حاجة ليا يا حبيبي، كل حاجة. وأنا بحبك قوي. مفيش حاجة أغلى منك أبدا أبدا يا أسامة. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. لا لا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. مالك يا ماما؟ في ايه؟ أسامة مالك؟ اسمع يا عادل، أنا مش هقابل الضيوف اللي جايين بكرة. ايه الكلام ده؟ انت مالك النهارده؟ مش هقابلهم، يعني مش هقابلهم. والسبب؟ اقدر اعرف السبب؟ نلتقي غدا مع الحلقة التالية من سباعية ودارة الأيام. يكتبها بهاء الدين إبراهيم، ويخرجها أحمد حجازي. اسمع يا عادل، أنا مش هقابل الضيوف اللي جايين بكرة. ايه الكلام ده؟ انت مالك النهارده؟ مش هقابلهم، يعني مش هقابلهم. والسبب؟ اقدر اعرف السبب؟ أنا تعبانة يا عادل، ما عنديش استعداد استقبل أي حد في بيتي. مش ضروري يا ستي تعملي حاجة، نشتري أي حاجة جاهزة من بره. برضو لا. هما الضيوف اللي جايين بكرة عندهم ولاد صغيرين؟ لا يا حبيبي، روح نام انت يا روحي، تصبح على خير. انت جرالك ايه يا هدى النهارده؟ هي أول مرة يجي لنا ضيوف؟ اشمعنى دول بالذات؟
بصراحة بقى أنا مش عايزة أعرف حد، عايزة استخبى في بيتي وكفاية فضايح. فضايح؟ فضايح ايه؟ السهر واللعب بتاعك كل ليلة. وده دخله ايه؟ الدكتور مدحت ما يعرفش عني اي حاجة. بكرة يعرف هو ومراته، وعشان كده أنا مش عاوزة أقابلهم. ده مش سبب. في كل قعدة بحس إني أقل من الستات الموجودين، كل واحد في نفسه بيعطف عليا شوية، مسكينة غلبانة حظها كده. دي أوهام ملهاش أي أساس. أنا عارفة ومتأكدة. طب قبليهم المرة دي، وبعد كده مش ضروري نزور حد ولا حد يزورنا. مش هقدر. أنا عزمتهم خلاص، تحرجيني قدامهم؟ ده مدير البحوث الفنية في المؤسسة. يا عادل طوعني، اسمع كلامي، بلاش اعتذر لهم بأي حاجة. مش ممكن، علشان خاطري يا هدى. ليه كده بس، ليه كده؟ الله، انت مكبرة الحكاية قوي يعني. دول هيقعدوا نص ساعة ولا ساعة بالكتير. حاضر يا سيدي. هدى، الله، انت لسه في المطبخ؟ الساعة 6 دلوقتي. هحط الكيكة في الفرن وهروح البس على طول. طب يلا هدى، احسن زمانهم جايين. 5 دقايق. على العموم انا هقابلهم عبال ما تيجي، بس ما تأخريش. عايز اقول لك نصيحة يا هدى، لما تيجي تعملي حاجة حلوة ما تحطيش فيها سكر. ليه بقى؟ مجرد ان صوابعك تلمسها هتحليها اكتر من السكر. يبقى انت عاوز تتجوزني عشان اوفر لك السكر. انما قولي لي يا مدام سعاد. ايوه. الدكتور مدحت دقيق في البيت زي ما هو دقيق في المؤسسة؟ اكتر، ده يمكن في المؤسسة بيفوت شوية. تصوري حضرتك لما ياخد عينة تربة علشان يحللها، القسم كله يسهر للساعة 9 بالليل. ما هو لازم كده يا اخي عشان النتيجة تطلع مظبوطة. وعندي انا بقى في البيت لما يجي يعمل فنجان قهوة مثلا يحط 4 جرام بن و9 سنتيمتر مكعب مية. ما هو لازم كده، امال ايه؟ عشان القهوة تطلع مظبوطة. ضروري. طيب عن اذنكم اشوف هدى اتأخرت ليه. اتفضل. الله، اهي جت. هدى تعالي. ايوه يا عادل. هدى مراتي مدام سعاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الدكتور مدحت. اهلا، تشرفني يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. الدكتور رجع من بره بقاله قد ايه؟ حوالي 3 اشهر. وانتوا اتجوزتوا بعد ما رجع؟ بشهر واحد. والله برافو عليك يا مدام سعاد. كل الستات بتوع اوروبا ما يقدروش عليها 4 سنين، وانت ما استحملش في ايدك شهر واحد. وش معنى يعني بتوع اوروبا؟ ما تقول الستات بتوع مصر كمان. الحقيقة جوازنا جه بالصدفة. الصدفة السعيدة طبعا. طبعا. والدها كان صديق المرحوم والدي. بس ما كناش شفنا بعض قبل كده. مدام سعاد بتشتغل؟ مدرسة في مدرسة النصر النموذجية. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انتوا شرفتونا النهارده. طب تسمحوا لي عن اذنكم دقيقة واحدة؟ اتفضل. مدام سعاد تحب سكر قد ايه؟ 3 معالق من فضلك. ايوه اتفضلي. ميرسي. وده الفنجان بتاعك يا دكتور. الله، يعني ما سألتيش الدكتور مدحت بياخد سكر قد ايه؟ انا الحقيقة حطيت 2 معلقة. تحب احط لك كمان يا دكتور؟ ابدا، مدحت بيحط على الفنجان 2 معلقة بالظبط. طب كويس اني ما حطيتش زيادة. ما تتفضل تدوق الكيكة يا دكتور مدحت. طب ليه الإحراج ده؟ يمكن مش عاجباه. بالعكس دي جميلة جدا. شكرا. أنا فرحان أوي يا هدى، فرحان لدرجة إني خايف. من إيه يا حبيبي؟ مش مصدق إن الدنيا تديني السعادة دي كلها. خايف من الزمن،
خايف من اللي يمكن يحصل. مهما يحصل، مهما يفوت الزمن، حبنا بيكبر بيزيد، عمره ما هينقص. نفسي نبقى انا وانت ببيت واحد. نفسي اطمن عليك بقى. يعني مستعجل قوي؟ طبعا، ولادنا يجروا حوالينا. اول ولد هنسميه اسامه. ايه رايك؟ بلاش بواخامة. وبعد كده هنجيب بنت نسميها نسرين. الله بقى، بعدين معاك. تعال سلم على الضيوف. تعالى يا أسامة. ازيك يا طنط؟ ازيك يا انكل؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ أسامة. الله، اسامه. اسم ظريف قوي. ربنا يخليه لكم. انا كنت بقول كفايه على كده، بس هدى بقى عايزه تجيب بنت وناويه تسميها نسرين. ومجهزه الاسم كمان؟ اسامه ونسرين دي اسماء جميله قوي. والله هدى هي اللي بتختار، انا ماليش في البيت ده حاجه ابدا. انا بهنيكي على ذوقك ده، بيتك في منتهى الجمال. متشكرة قوي يا مدام سعاد. ده انتوا كمان لسه ما اتفرجتوش على بيت الاوض. ايه رايكم تقوموا تتفرجوا على الشقه؟ مفيش مانع، على الاقل نتعلم من الذوق الجميل ده. العفو العفو. اتفضلوا اتفضلوا. تعال. اتفضل. من هنا. من هنا. ايه يا دكتور؟ ايه ده؟ انت مش معانا خالص. ما تسيبك من البحوث والتحاليل دلوقتي. لا ابدا ابدا. الله، امال سرحان في ايه؟ نخلي اوضه النوم ابيض والستاير موف. ايه رايك؟ ايه البواخة دي؟ اشمعنى يعني اوضه النوم؟ احنا متفقين على كل حاجه في البيت، حته حته. لما يجي وقتها نبقى نتكلم. ليه؟ قدامنا شهر واحد، هاخد بكالوريوس وبعد كده تبقي ملكي. بلاش كلمة ملك دي. ليه؟ انت عايش في العصور الوسطى؟ بلاش يا ستي، كلها شهر واحد وابقى ملكي. خلينا في العصور الحديثه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الله، اوضه النوم بتاعتكم جميله قوي، اللون الابيض والستاير الموف لايقين قوي على بعض. متشكرة. كل ده ذوق هدى، انا ماليش دخل بالحكايه دي خالص. فعلا ذوق جميل فعلا. انت بتجامليني زيادة عن اللزوم. ابدا ابدا، بالعكس، انا فعلا بقول الحقيقه. ولسه لما تشوفوا الفرندا. اتفضل يا دكتور مدحت، اتفضل. طيب اتفضل. اتفضل يا دكتور سيبك من البحوث دلوقتي، تعالى شوف قوي. فعلا. حاضر تعال. بطل السرحان ده شويه وخليك معانا. والفرندا بتاعتنا هتبقى جنينة صغيرة، هحط فيها شجرة ياسمين كبيرة. الله. وهجيب شاليهات ورد بلدي، وهجيب فل، وكل يوم الصبح هسقيهم بنفسي عشان ما يتبلوش. مش ممكن حاجه تتبل من ايديك ابدا. ولما ترجع من الشغل يا حبيبي تجيني على الفرندا على طول، هتلاقيني مستنياك. طب وانا هعرفك ازاي بقى من الورد والفل؟ ما انت هتوه في وسطيهم. وهنجيب كمان قفص كبير نحط فيه عصافير كناري. هي يا حبيبي، ايه رأيك؟ انا اللي يهمني عصفورة الجميلة ديت. بس مش هتقدر تحطها في قفص. اتفضل. ادي يا جماعه الفرندا بتاعتنا. الله، ياسمين وورد وفل، ايه ده كله؟ برضه ذوق هدى. انا في الحقيقه ماليش في المواضيع دي خالص. الحقيقه بقى انت عامله بيت الجنه. ميرسي قوي. ودكتور مدحت، ايه رايك في الفرندا؟ الله، ساكت ليه؟ جميلة قوي جميلة. امال فين عصافير الكناريا؟ الله، ايش عرفك ان احنا عندنا عصافير كناري؟ حاجة جنينة زي دي ما نوصلش غير عصافير. فعلا احنا عندنا عصافير كناري، بس دخلناهم جوه علشان الدنيا ساقعه. واحنا كمان ندخل جوه لحسن فعلا الدنيا ساقعه. اتفضلوا معايا. الحقيقة السكن النهاردة بقى مشكلة. ادي احنا بقالنا 3 اشهر متجوزين ومش لاقيين شقة لحد دلوقتي. طب اسمع ما اقول لك يا دكتور. احنا الشقة اللي جنبنا هتفضى من اول الشهر. لا ما تنفعناش. ليه يا اخي؟ 4 اوض واسعين وفرندات كبيرة. ايوه، بس انا سمعت ان صاحب البيت حاجزها لحد من قرايبه. لما اكلمه مش هيتأخر عني. لا ما فيش داعي تكلمه، احنا ممكن نلاقي شقة تانية.
ممكن نلاقي شقة تانية ازاي؟ ما كنا لقينا من زمان. اهي لو تخلص الشقة دي يبقى حظكم من السما. يا عادل، يا جماعة دي قبلية والشمس طول النهار بتضرب فيها. بجد؟ أنا عندي شمس أحسن من البرد، أقل تبقى صحية. ايوه بس دي عالية قوي، انا ما احبش اسكت. علي اجمل واحلى. يا اخي احيانا الاسانسير بيتعطل مدحت، الواحد يطلع ده كله ازاي بس يعني؟ اذا كان العمارة فيها 3 اسانسيرات هيتعطلوا كلهم. مادام هم مش عايزينها يا عادل هتضغط عليهم ليه بس؟ لا ده احنا عاوزينها قوي. ايوه بس يا سعاد اصلها ايه؟ احنا لسه شفناها، نشوفها الاول وبعدين نتكلم. اهو ده الكلام المظبوط. هبعت للبواب يجيب المفتاح. حلوة والله، حلوة قوي. ايوه بس دي حر في الصيف. ما فيها أوضة بحرية اهي، وبعدين السقف واطي قوي. وشايفه الباركيه، شوفي شكله ايه. ما هو اذا كنت حداقة بالشكل ده يبقى مش هتسكن ابدا. يا عادل مش جايز قدامهم حاجة تانية احسن؟ اديهم فرصة. والله الفرصة انهم ياخدوا الشقة دي. فعلا يا أستاذ عادل. يا مدام سعاد، نعم، بقى في اوض النهارده بالوسع ده؟ انا مش فاهمه مش عاجباهم ليه. لا وشوف الفرندا، تعالي اتفضلي. يا سلام، اتفضلي تعالي اتفضلي. انت عارف الاصل. هدى ارجوك تبعد عني، ارجوك ما تسكنش هنا، ما تسكنش هنا. هدى أرجوك تبعد عني، أرجوك ما تسكنش هنا، ما تسكنش هنا. انت كده مش عايزة تشوفيني؟ دور على أي سبب، أي عذر، بس ما تسكنش هنا. أنا بحاول بس. أنا شخصيا عجباني جدا يا مدحت. ده احنا حظنا من السما. أما حتة شقة أنا مش شايف فيها حاجة أبدا تستاهل. أنت شفت الفرندا بتاعتها؟ طب تعال خش شوف. حاكم جوزك ده بقى ما يعجبوش العجب. وكمان إيجارها 14 جنيه بس، حد يصدق؟ المسألة مش مسألة فلوس، لازم الشقة تبقى مريحانة. تأكد يا مدحت، مش هنلاقي أحسن من كده. انتوا بتتكلموا عن حاجة ما فيهاش فايدة. صاحب العمارة عاوز يديها لقرايبه. أنا هنزل أكلمه، وإن كان طمعان في قرشين ندهم. خلاص يبقى عادل بكرة يقابله. وبكرة ليه؟ الله، ما نروح نكلمه دلوقتي، ده ساكن تحت. ايوه بس لما نتشاور بس نشاور علينا يعني. انت عايزانا يعني ناخدها قفش كده؟ دي فرصة يا مدحت، حد يلاقي شقة زي دي النهاردة. أستاذ عادل، نعم، يلا بينا. إن ما كانش مدحت عايز ننزل أنا وإنت. يا جماعة مش كده. الله، مدحت أنت نازل معانا ولا لأ؟ طب ما تطولوا بالكم شوية، يعني هي الدنيا طارت. غريبة والله. انت مش عايزاهم يسكنوا جنبنا ولا ايه؟ بالعكس، بس يعني تعرفي يا هدى، أنا أكتر حاجة مخلياني أخد الشقة دي إيه؟ إن إحنا نبقى جنب بعض. يا ستي ميرسي قوي بجد، مش مجاملة. ما عندكيش فكرة أنا حبيتك قد إيه، كأننا نعرف بعض من زمان. وانا كمان. الحقيقة فرصة سعيدة قوي اني تعرفت بيك. احنا بقى نسيبهم في العواطف بتاعتهم وننزل نقابل صاحب العمارة. برافو عليك. كده على طول؟ يلا بينا، مستني ايه؟ مين برا؟ انا عارف. الحمد لله على السلامة. انت عارف الساعة كام دلوقتي ولا ايه؟ مش وقت الكلام ده. بتدور على ايه في الدولاب؟ نسيت حاجة، خدها وانزل. ليه؟ انت لسه ناوي تكمل السهرة؟ فين فلوس؟ فين 15 جنيه اللي كانوا هنا العصر؟ مش هتلاقي حاجة، ما تتعبش روحك. فين الفلوس؟ شايلهم فين؟ دول مصروف البيت، الفلوس هناكل بيهم بقية الشهر. هجيبهم لك تاني بعد ساعة واحدة، استلميهم مني. ما تحاولش الا دول. عشان خاطري يا هدى. يوه، انا خسران 20 جنيه لحد دلوقتي، لازم اعوض. هتعوض ايه ولا ايه؟ هدى دي اخر مرة، كسبت خسرت، احلف لك ان انا مش هلعب بعد كده. انت حر في روحك، بس الفلوس دي مش هتاخدها ابدا. الناس مستنيني، ما تضيعيش وقت. انت اللي بتضيع وقتك، مفيش فايدة. اسمع ما اقولك، انا هاخد الفلوس دي، يعني هاخدها، هي كلمة واحدة. لا والله خوفتني. هات الفلوس بالذوق،
خلي الليله تعدي على خير. يلا هات. تزعقش كده، ما تزعقش، في جيران جنبنا. ما يهمنيش. الدكتور اللي حضرتك سكنته هنا عشان يتفرج على فضايحنا كل ليله. انا حر في بيتي، ما حدش له عندي حاجه. من فضلك وطي صوتك، الدنيا ليل. انت هتجيب ال 15 جنيه ولا لا؟ انتي هتجيبيها ولا لا؟ يا حصلت تمسك فيا يا عادل. وهموتك لو ما جبتيش فلوس دلوقتي. عارفه هموتك يعني ايه؟ لا 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 تموت ولا حاجه. اتفضل اتفضل يا استاذ عادل، ادي الفلوس. هاتي كده. اعوذ بالله، دي عيشه تقرف. هدى، ايه الصدفة الجميلة دي؟ ازيك يا دكتور مدحت؟ وازاي المدام؟ وانت ازيك يا هدى؟ مبسوطة؟ الحمد لله. عن اذنك. الله، انت مش طالعة فوق؟ الظاهر الاسانسير متعلق، هطلع على السلم. ده نازل حالا، دقيقتين بالظبط يكون جه. معلش عن اذنك. طب اسمعي، اذا كان وجودي يعني بيضايقك بالشكل ده، خليك انت وانا هطلع على السلم. ابدا، وجودك هيضايقني في ايه؟ العمارة مليانة سكان. هدى، انت ليه بتكلميني بالطريقة ديت؟ طريقة ايه؟ انا ما عملتش حاجة ابدا. انا بعتلك 11 جواب، وبعت لعاطف صاحبتك. انا مش فاكرة انت بتتكلم على ايه. الجوابات اللي بعتها برضو مش فاكرة، ومش عاوزة افتكر. ليه ما استنيتيش؟ ليه ما ردتيش عليا؟ الكلام ده ملوش داعي دلوقتي. ما تنساش انك متجوز يا دكتور. انا ما اتجوزتش الا بعد ما عرفت انك وانا كمان متجوزة عادل صاحبك. انت فهماني غلط. انا عمري ما صورت الخيانة ولا فكرت فيها، بس عايز اعرف ليه انت عملتي كده. ليه عملتي كده يا هدى؟ حتى السؤال ده ما بقاش من حقك دلوقتي. من حقي، من حق اللي اتحكم عليه بالاعدام انه يعرف اسباب الحكم. لتاني مرة يا دكتور بفكرك ان انا متجوزة، وعندي ابني اسامة. ابني اغلى من كل اللي فات وكل اللي جاي. افهميني يا هدى، انا عايز اعرف. عن اذنك. هدى، الاسانسير نازل. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. يا خبر يا ماما، انت طالعه على السلم؟ هو الاسانسير خسران؟ انت ايه يا حبيبي اللي مطلعك بره الشقة؟ اصلك اتاخرتي قوي وحشتني خالص. تقوم تستناني على الباب كده؟ ده انا كنت هنزل ادور عليكي تحت. اوعى يا اسامة، اوعى تعمل حاجة زي دي. بس انت ما تسيبنيش بعد كده. حاضر حاضر يا حبيبي، حاضر يا حبيبتي يا ماما، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا اغلى حبيب في الدنيا. تعالى تعالى لما ابوسك واشبع منك. تعالى. مهما يحصل، مهما يفوت الزمن، حبنا بيكبر بيزيد، عمره ما ينقص. مهما يحصل، مهما يفوت الزمن، عمره ما ينقص. سعاد، لا مؤاخذة. مدحت، اقدر اخد من وقتك دقيقتين؟ أوي أوي. مش عايزة اعطلك عن شغلك، بس في حاجة عايزة اسألك فيها. اتفضلي. مدحت، ايه اللي مضايقك؟ انت اليومين دول مش طبيعي. ابدا، ده انا عادي خالص. لا 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 يا مدحت، احنا صحيح بقالنا مدة صغيرة متجوزين، لكن قدرت اعرفك كويس. مفيش حاجة يا سعاد. انت لا بتاكل ولا بتنام، ومالكش نفس حتى تتكلم. اصل الشغل بتاع المؤسسة كتير قوي. ها؟ وانت عارفة بقى القسم اللي انا ماسكه جديد وعايز مجهود. بس كده؟ بس مش معقول. لا قول لي في ايه. على العموم دي فترة مؤقتة، وبكرة كل حاجة تمشي كويس. خلاص يا مدحت،
انا اصلي حسيت انك بعيد عني شويه. انا متاسف اوي. لا يا روحي. بس انت عارفه كل حاجه في اولها صعب. على العموم انا مش زعلانه منك، انا زعلانه علشانك. متشكر اوي يا سعاد. قلت اسالك يمكن في مساعده اقدر اقدمها لك، ولا حاجه مضايقاك مني اقدر اغيرها. انت بتكسفيني بطريقتك دي اوي، بحس ان انا مقصر معاكي. والله انا ما فكرت في نفسي ابدا، ولا بقول لك كده علشاني. مدحت انت اللي صعبان عليا. اعذريني معلش يا سعاد. طيب ايه رأيك النهاردة نخرج شوية، نغير جو الشغل اللي انت ماسكه في المؤسسة ده وفي البيت كمان؟ هنروح فين؟ اقول لك يا سيدي، سينما، مسرح، اي حاجة. سينما، مسرح، اي حاجة. الواحد عايز قاعدة كده يتكلم فيها. ايه رأيك نروح للأستاذ عادل الليلة دي؟ بس افتكر انهم خارجين النهاردة. بيروحوا فين؟ الظاهر معارفهم كتير، مرتين قبل كده قلت لهدى نجيلكوا شوية، تصور قالت ايه؟ اعتذرت. بقى هي اللي بتعتذر؟ خلاص ما تقولهاش تاني حاجة زي دي قبل. ده في فيلم كويس قوي، ايه رأيك نروح الليلة؟ معلش يا سعاد، نقعد النهاردة في البيت. النبي يا مدحت. معلش اخلص الشغل اللي عندي ده. اللي يعجبك، عن اذنك. طيب نامي انت يا سعاد، نامي، يمكن اسهر شوية. هستناك بره، جايز تعوز فنجان قهوة، شاي؟ لا استريح انت. انا ورايا ايه؟ اقعد اقرا في اي حاجة ولا اسمع راديو لحد ما تخلص. طب وليه التعب ده بس؟ تعب ايه يا مدحت؟ ده انا ابقى فرحانة قوي لما اقدم لك اي حاجة مهما كانت بسيطة. عن اذنك. هدى، لسه زعلانه من اللي حصل اول امبارح؟ افندم، عاوز ايه تاني؟ انا ما كنتش حاسس بعمل ايه، لكن اوعدك بعد كده. ارجوك افتكر كفايه وعود قوي. اخر مره العب فيها وبكره هتشوفي. والله اعمل اللي يعجبك، انت ما بقتش تهمني في حاجه ابدا. انا مش رجعت لك ال 15 جنيه تاني يوم؟ تصوري ليلتها عوضت خسرت وكسبت 20 جنيه. مبروكين عليك. اتفضلي، ال10 جنيه دي تجيبي بيها اي حاجه. ايه ده بقى بمناسبه ايه؟ نص المكسب، ولا انت بس يعني تستحملي الخساره؟ انا ما مدش ايدي ابدا على فلوس حرام يا ستي، اعتبريها بدل الخاتم اللي خدته خليها في جيبك عشان لما تلعب الليله ولا بكره يبقى معاك فلوس. قلتلك مش هلعب تاني. بدل ما ترجع نص الليل تدور على حد يشتري البدل بتوعك ولا الفساتين بتوعي. يا سلام عليك يا هدى، ساعديني يا هدى بدل ما تكسري مقاديفي. انا مش صعبان عليا غير اسامه، ذنبه ايه يطلع له اب زيك؟ يوه بقى، مش معقول كده. انت عاوز ايه بالظبط يا عادل؟ هدى، انت عارفه انا بحبك قد ايه، انا ما اقدرش اشوفك ابدا زعلانه مني. عشان كده بتخاف على زعلي قوي. جربيني المره دي، هتخسري ايه؟ والله الحكايه ما عادش فيها مكسب وخساره، اهي عيشه بقى لحد ما ربنا يفرجها. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. الو عادل؟ أنا مدحت يا هدى. ايوه يا دكتور، في حاجه؟ أنا بعتذر لك على اللي حصل من كام يوم عند الأسانسير، أنا ما قصديش حاجة أبدا. ارجوك يا دكتور، كلام زي ده ما احبش اسمعه تاني ابدا ابدا. طبعا. وارجوك كمان ما تتصلش بيا في التليفون ابدا بعد كده. زي ما يعجبك، بس انا قصدي يعني اذا اتكررت حاجه من دي انا هسيب لك العماره كلها وهعزل. اهلا دكتور مدحت، اتفضل. اهلا بيك يا استاذ عادل، قلت اجي اشرب فنجان قهوه في مكتبك. اهلا وسهلا. اذا كنا جيران في البيت وزمايل في الشغل
ومع ذلك نقعد بالاسبوع يا اخي ومحدش يشوفك. طب يا اخي انتوا ما بتجوش البيت ليه؟ الشقه جنب الشقه. ما انتوا مشغولين اليومين دول، كل ما نبعت لكم. لا ابدا والله، ده هي مره واحده بس كان عندنا مشوار. طيب والنهارده عندكم ايه؟ ولا حاجه. طب ايه رايك احنا عازمينكم انت والمدام على فيلم جديد اسمه حب لا يموت. واحنا موافقين. طب قوم كلم المدام قبل ما اقطع التذاكر. يا سيدي الحكايه مش عايزه كلام، هدى قالت لي 20 مره ان نفسها تشوف الفيلم ده. يعني احجز الليله من 9 ل 12؟ طبعا. ولا اقول لك اكلم هدى في التليفون ما يضرش. كويس ان انا كلمتها. خير؟ هدى يا سيدي بتعتذر، مش هتقدر تروح. طيب نأجلها لبكره. يظهر عينيها تعبانه والسنه بتتعبها زياده. معلش روحوا انتوا. لا الف سلامه الف سلامه. عن اذنك. الله، والقهوه يا راجل اللي جاي تشربها؟ معلش وقت تاني. اقعد بس 5 كمان. اصل افتكرت حاجه مهمه في الاسم عايز اروح اشوفها. اللي يريحك. انست وشرفت. مع السلامه. مدحت قول لي يا مدحت. ايوه يا سعاد. انت حصل بينك وبين الاستاذ عادل حاجه في الشغل؟ بالعكس، انت ليه بتسالي السؤال ده؟ حسيت كده ان هدى مش عايزانا نزورهم ولا هم عايزين يجونا. يعني ايه؟ بقالي مده كل ما اقول لها نجيلكم ولا تجونا تعتذر. وانت ايه اللي خليكي تكلميها في حاجه زي دي؟ قلت يمكن لما نزور ناس ونقعد معاهم اعصابك تهدى. ما تقوليش اعصابك، انا مش مجنون. انا متاسف. وبعدين ما كلميش مع حد على زيارات قبل ما تساليني، فاهمه؟ ما انت اللي طلبت المره اللي فاتت. ناس زي دول بيهزقونا بالشكل ده يبقى. محدش هزقنا ولا حاجه. افرض انهم عايزين يقتصروا في بيتهم وما بيحبوش الاختلاط. مدحت يا حبيبي كل واحد حر. خلاص بناقص احنا احسن منهم 100 مره. يا مدحت ما حصلش حاجه لده كله. هدى اميره قوي، عمري ما طلبت منها حاجه واتاخرت عليا. انت ما تطلبيش منها حاجه تاني، فاهمه؟ اللي عايزاه هشيلهولك. مدحت يا حبيبي الجيران لبعضها. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه. حاضر. انت مالك؟ متضايق من حاجه؟ مش متضايق، بس عندي شغل لازم اخلصه. طيب اسيبك انا دلوقتي. اقفلي الباب وراك اذا سمحتي. حاضر. مهما يحصل، مهما يفوت الزمن، حبنا بيكبر بيزيد، عمره ما ينقص. مهما يحصل، مهما يفوت الزمن، مهما يفوت الزمن، حبنا بيكبر، حبنا بيكبر بيزيد. كذب. مدحت مالك يا مدحت؟ سلامتك في ايه؟ انت عايزه ايه؟ ايه اللي دخلك مكتبي دلوقتي؟ سمعتك بتزعق قلت اجي اشوفك. تسمحي ما تدخليش هنا غير مطلوبك. وبعدين لازم تخبطي على الباب، الذوق كده والادب كده. مدحت انت بقيت مش معقول. والله مش انا كده، معقول. وحياتي كده وعشتي كده اذا كان عاجبك. قد كده ما انتش طايق كلمه مني. يعني اسيب لك البيت وامشي؟ ارمي روحي من فوق عشان تستريحي؟ مدحت انت ليه بتعاملني كده؟ انا ما عملتش حاجه لده كله، ما عملتش حاجه. سعاد انا ما قصديش يا سعاد، انا بس متضايق شويه. كفايه بقى عشان خاطري، انا متاسف. لا يا مدحت انا مستعده اريحك مني. خلاص بكره الصبح هاخد هدومي وامشي. لا يا سعاد، لا اوعي تسيبيني ارجوكي، لازم تقفي جنبي للاخر. لا يا مدحت انت مش عايزني، مش طايقني، انت بتكرهني يا مدحت. ابدا يا سعاد ابدا، بس انا في ظروف صعبه. انت ما تعرفيش انا بتعذب قد ايه. طب ليه ما بتقوليش؟ ده انا مراتك يا مدحت، يمكن اقدر اساعدك. مش عارف يا سعاد اقول لك ايه. قولي اي حاجه،
في حاجة في الشغل مضايقك؟ لا لا لا، ما تسألنيش أنا، لكن أوعدك في يوم من الأيام هقول لك عليها. مدحت، أنا نفسي أساعدك، عايز أعمل لك أي حاجة أي حاجة. سعاد استحمليني بس اليومين دول، أنا عارف إن حمل تقيل لكن غصب عني. مدحت، غصب عني. مدحت يا حبيبي، خلاص ما تقولش حاجة، ما تقولش أي حاجة. سامحيني يا سعاد، أنا عارف إنك ما تستحقيش كده، لكن أعمل إيه؟ مش بإيدي. خلاص يا مدحت، يا حبيبي يا مدحت. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. هو فين بابا يا ماما؟ أسامة في الشغل يا حبيبي. هو بابا بيشتغل طول النهار وطول الليل؟ مش عشان يجيب لنا فلوس؟ اشمعنى الناس كلها بتشتغل بالنهار بس؟ قولي لبابا يقعد معانا بالليل. حاضر يا أسامة، حاضر يا حبيبي. انا ما بشوفوش خالص يا ماما، بابا بيوحشني قوي. يمكن هو ده. اجري افتح الباب يا أسامة. حاضر يا ماما. بابا انت جيت يا بابا؟ ايوه يا حبيبي جيت. هتقعد معانا النهارده، اصلك وحشتني قوي. حاضر يا اسامه. سعيده يا هدى؟ سعيدة. ايه مالك، في ايه؟ لا ولا حاجة. دي ماما بتحبك قوي يا بابا. روح يا أسامة اتفرج على التلفزيون لحد ما بابا يقلع هدومه وهنيجي نقعد معاك يا حبيبي. حاضر يا ماما. ايه يا هدى، انت ليه ما وافقتيش تروح السينما النهارده؟ علشان مش عايزة أروح. بس انت طلبت تشوفي الفيلم ده. هو يعني لازم نروح مظاهرة في السينما؟ يجرى ايه لما نروح أنا وأنت؟ انت متضايقه من سعاد في حاجه؟ يو أنا متضايقة من نفسي. بس انا ملاحظ عليك اليومين دول انك انت مش عايزاهم يجوا لنا ولا نروح لهم. أنا من الأول قلت لك إني مش عايزة أختلط بحد. يا هدى دول ناس طيبين وما شفناش منهم اي حاجه وحشه. والله روح لهم انت لوحدك. الله، هو يعني لازم اجي معاك؟ احنا بنتكلم مش بنتخانق. ايه اللي مزعلك من مدحت ومراته؟ والله اللي زيي احسن لها تقفل عليها بيتها بدل الفضايح. فضايح ايه بس يا هدى؟ ان كان على اللعب انا بطلته خالص، بقالي 4 ايام دلوقتي ما مسكتش كوتشينه في ايديا. اسمع يا عادل، انا هتكلم معاك بصراحه. ايوه يا هدى. احنا عادل، احنا ممكن نبقى عيله سعيده قوي، ممكن قوي، مش مستحيل. والله ده انا اللي عايزه. عادل انا ممكن احبك على الاقل عشان خاطر اسامه، بس انت ساعدني يا عادل. يعني انت بتكرهيني يا هدى؟ شوف يا عادل، احنا وصلنا على حرف بير ملوش قرار، زقه واحده هتضيعنا كلنا. ان كان على اللعب انا بطلته خالص. عادل اوعى ترجع له تاني، المره دي ظروف كتيره قوي اتغيرت. عادل ساعدني يا عادل، ساعدني. انت طريقتك النهارده غريبه قوي. انا بقاوم حاجات كتيره قوي، بس مش هقدر لوحدي، لازم يا عادل تقف جنبي. انا مش فاهم حاجه ابدا، انت بتتكلمي على ايه؟ صدقني يا عادل، انا مش خايفه عليك ولا خايفه على نفسي، اسامه هو اللي صعبان عليا. ما تفهميني انت قصدك ايه؟ خليك انسان كويس قد ما تقدر يا عادل، دي اخر فرصه قدامنا كلنا. انا وعدتك ونفذت وعدي، بعد كده ما اعرفش هيجرى ايه، ما اضمنش الظروف، ما اضمنش نفسي. اهلا استاذ سليمان، اتفضل. ازيك يا استاذ عادل؟ الحمد لله. وازاي قسم البحوث الفنيه؟ الدكتور مدحت عامل معاكوا ايه؟ الحقيقه انا جاي عشان اكلمك في الموضوع ده. خير؟ الدكتور مدحت حالته صعبه خالص، بيتعامل بطريقه مش معقوله. ايه الكلام ده؟ امبارح طلب من الساعي فنجان قهوه، اتاخر عليه دقيقتين، نزل في الساعي شتيمه وكان عايز يضربه لولا حشناه عنه. غريبه قوي الحكايه دي. وبعد 5 دقايق قام يدور على الساعي ويبوس راسه وفضل يعيط قدام الموظفين. للدرجه دي؟ وكل ما يدخل عنده حد يفضل يزعق ويشتم من غير اي سبب. موظفين القسم
كانوا رايحين النهارده يقابلوا المدير العام. بس مدحت مهذب خالص. اول ما جه كان في منتهى الذوق، ما اعرفش ايه اللي غيره مره واحده. يمكن بس حاجه مؤقته من الارهاق من الشغل يعني. لا يا استاذ عادل، الدكتور مدحت مش طبيعي خالص اليومين دول. ادخل عليه المكتب الاقيه بيكلم نفسه، بيضحك، بيعيط. انا فعلا لاحظت انه متغير شويه، بس مش للدرجه دي يعني. الحاله زادت قوي ومحدش في القسم قادر يستحمل. معلش طولوا بالكم شويه. انا جيت لك عشان تكلمه باعتبارك جاره وصديقه. هكلمه، حاضر. قول له يعرض نفسه على دكتور امراض عصبيه. لا مش للدرجه دي يا اخي، ده لمصلحته قبل اي حاجه. الحاله لو زادت عن كده مش كويس. على العموم سيب لي الموضوع ده، وما كانش عايز يروح لدكتور ياخد اجازه ويفضل في بيته لحد ما يخف. انا هشوف الحكايه دي. ما يصحش يروح الشغل ولا حتى يخرج من البيت وهو بالشكل ده. على العموم متشكرين يا استاذ سليمان. ما وثقش بقى يا استاذ عادل. لا انا هتصرف. يا دكتور، العلاج هيطول شوية، لكن إن شاء الله النتيجة هتكون كويسة. يعني الحالة إيه بالظبط؟ المهم عندنا دلوقتي مش عايزين حاجة تضايقه، وبعدين ما تسيبوهوش لوحده خالص. طبعا يا دكتور طبعا. جايز قوي تجيله نوبة عصبية يعمل في نفسه حاجة. يا خبر. الروشتة دي تجيبوها له على طول. طبعا. والدواء ده ياخده أول ما تجيله أي نوبة عصبية. الدكتور، هو عنده إيه بالظبط يا دكتور؟ عنده صدمة نفسية شديدة سببت له انهيار عصبي. ايه يا عم الحكاية؟ انت استحليت الاجازة ولا ايه؟ ان كان علي انا عاوز اروح الشغل من بكره. لا 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 يا دكتور مدحت، ما تروحش غير لما تخف خالص. اذا كان الدكتور مديلك الاجازه شهر كمان. انا بقالي شهر ونص دلوقتي. احنا كنا فين وبقينا فين. الف حمد وشكر. بس انتي تعبتي معايا يا سعاد. انا مش عارف اكافئك ازاي. يا خبر يا مدحت، وده كلام تقوله برضو يا حبيبي. ليل نهار جنبي، سايبه شغلها من يوم ما عيت لحد امبارح ما بعتوا لها جواب بيهددوها بالفصل. كل حاجه ملهاش قيمه، بس انت تقوم لي بالسلامه. لا 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 يا سعاد، لا لا، انت لازم تروحي شغلك. ايه واسيبك لوحدك؟ ده معقول؟ الحقيقه خساره يا سعاد تضيعي شغلك، دي مساله طارئه، والحمد لله دكتور مدحت بقى كويس دلوقتي. لا 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 يا هدى، هفضل جنبه لحد ما يخف خالص. الله، ووظيفتك؟ لا 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 ابدا يا مدام سعاد، مش كده يا استاذ عادل. وبعدين دلوقتي انا بقيت كويس، اقدر اناول روحي اي حاجه. يا مدحت يا مدحت، ده انا ببقى معاك وبتاخد الدواء يا حبيبي بالعافيه. بيتدلع عليك يا ستي. شوف يا سعاد، انت من بكره لازم تروحي شغلك. مدحت ما تفكرش في الموضوع ده خالص، وحياتي ما تخلينيش ازعل منك، ما تخلينيش ازعل منك. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه. ومين يدي لك الدواء؟ ده واحد كل ساعتين وواحد كل 4 ساعات طب اسمع ما اقولك، انت تروحي شغلك من بكره وهدى هي قاعده في البيت. تبقى تيجي تديله الدواء في المواعيد. بس لا 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 لا، بلاش هدى. ليه؟ بلاش مدام هدى. ليه يا اخي؟ الله، ده احنا اهل وانت زي اخوها بالظبط. انا مش عايز اتعبها. كفايه عليها البيت واسامه لا لا، مفيش تعب ولا حاجه. في مواعيد الدواء تيجي تديهولك وتمشي. لا لا لا، انا اقدر اخده لوحدي. انا بقيت كويس دلوقتي. على العموم انا لو رحت الشغل هقعد 2 ساعتين بس، هعمل حسابي اخد الحصه الاولى والثانيه. ولا طول النهار يا ستي؟ الله، الناس لبعضيها. ايوه يا استاذ عادل، بس هنتعب هدى معانا. تعبي؟ الله، ما تتكلمي يا هدى، الا افتكروكي مش عايزه بعدين. اللي تتفقوا عليه انا تحت امركم. ميرسي قوي، ميرسي قوي.
مين؟ أنا دكتور مدحت. هدى، انت جيتي يا هدى؟ الساعة 10 دلوقتي ميعاد الدواء. لا لا لا، سيبك انت من حكايه الدواء ديت. انا بقيت كويس دلوقتي. وبعدين معاك، انت ناوي تتعبني زي ما بتعمل مع سعاد؟ لا ابدا. هاتي يا هدى. كده ابقى متشكرة قوي. اتفضل. مش معقول ارفض حاجه تقدمها لي حتى لو كانت سم مش دواء. عن اذنك يا دكتور. هدى هدى. ايوه. ما تسيبنيش يا هدى، ارجوكي تقعدي معايا 5 دقايق بس. ها، 5 دقايق. انا مأموريتي خلصت لحد كده. دول كلمتين 2 عايز اقولهم لك من زمان، بقالهم 5 سنين محبوسين في قلبي. فات وقتهم خلاص. ايه فايدتهم دلوقتي؟ استريح يا هدى. قولي لي يا هدى، ليه عملت كده؟ ليه ما استنيتنيش؟ افرض ان انا غلطانة ولا انت غلطان، اللي ممكن يتغير دلوقتي؟ ليه يا هدى عملت كده؟ ده انا بعت لك 11 جواب. انا قلت لك قبل ما تسافري يا مدحت، ما صدقتنيش. انا ما صدقتش لحد ما رجعت. ما تصورتش انك ممكن تتجوزي حد تاني. كل شيء اسمه نصيب. هدى، وانا نازل من الطياره كان عندي امل الاقيكي مستنياني. تصوري لدرجه ايه؟ بس عواطف قالت لك في اخر جواب. قالت لي فعلا، وسالت عليكي بعد ما رجعت وبرضه ما كنتش مصدق. ربنا اللي عاوز كده. قعدت شهر هتجنن. كل يوم اروح الكازينو بتاعنا اقعد في نفس الكرسي اللي كنت بقعد فيه من زمان. ليه بتعذب نفسك؟ انت لازم تنسى اللي فات. بص لقدام يا مدحت. مش بايدي يا هدى، مش بايدي. حاول يا مدحت، كل حاجة بتيجي بالإرادة. طيب انت عندك إرادة أكتر مني. قدرت تنسي مش كده؟ قدرت تنسي؟ جاوبيني بصراحة، قولي قدرت تنسي؟ مش عارفة. مش عارفة. عن إذنك. هدى ما تسيبنيش يا هدى أرجوكي. مدحت، انت اللي اخترت لنا الطريق ده. ظلمت روحك وظلمتني معاك. أنا عملت كده عشانك يا هدى، صدقيني يا هدى. خلاص يا مدحت، مفيش حاجة ممكن تتغير دلوقتي. طيب يا هدى، اقعدي معايا ساعة واحدة بس. أنا مستعد أدفع حياتي كلها تمن الساعة دي. ما أقدرش. أرجوك. ما أقدرش. طب 10 دقايق بالظبط. أرجوك يا هدى. مدحت، أسامة زمانه جاي من المدرسة وبعدين يرجع ما يلاقينيش في البيت. عن إذنك يا مدحت. وأنا يا هدى. أسامة، أنت ليه قاعد في أوضتك يا حبيبي؟ عايزة حاجة يا ماما؟ تعال اقعد معايا أسامة يا حبيبي. عاوزة أشبع منك كل شوية. انتي ناوية تسافري وتسيبيني يا ماما؟ لا يا حبيبي أبدا. أمال ليه بتقولي كده؟ عشان بحبك قوي قوي قوي، وما أقدرش أستغنى عنك ولا دقيقة واحدة. وأنا كمان بحبك قوي وبحب بابا، بس زعلان مني. يا خبر، ليه يا أسامة؟ علشان ما بيرضاش يقعد معايا. بس بابا عنده شغل كتير يا حبيبي. اوعى انت كمان يا ماما تسيبيني. ما تخافش يا أسامة، هفضل جنبك على طول. هفضل جنبك يا حبيبي مهما كانت الظروف. إن حبنا لا يموت، إن حبنا لا يموت، فلا تخدعي نفسك بالوهم ولا تظلميها بالكبرياء. إن حبنا لا يموت. لا ما تخافش يا أسامة حبيبي. أنت أغلى من كل حاجة في الدنيا. أنت أغلى حاجة في الدنيا يا حبيبي. مفيش حاجة أغلى منك أبدا أبدا أبدا. انت
انت النهاردة احسن قوي. الحمد لله. الاسبوع الجاي ممكن تروح الشغل، الدكتور قال كده امبارح. بس انا تعبتك معايا. يا خبر يا مدحت، في ايه؟ ما تقولش كده. 1.5 شهر سهرانة جنبي ليل ونهار وسايبة شغلك. يا ريت كان في ايدي اعمل حاجة اكتر من كده يا مدحت. انت ملاك يا سعاد، ملاك. الواحد ممكن يدي للتاني فلوسه وقته، لكن يا خسارة مش ممكن يديله صحته ابدا. ايه اللي بتقوليه ده؟ لو كان في ايدي كنت عيت انا بدالك. بعد الشر عنك يا سعاد. مدحت، انا اهون عليا ابقى عيانة من ان اشوفك انت عيان. انت بتعذبيني بالكلام ده يا سعاد. اصلك ما تعرفش انا بحبك قد ايه يا مدحت. بس ما استاهلش منك ده كله ابدا. يا خبر. انا اديتك ايه زيادة عشان تديني الحب ده؟ الحب مدحت، الحب مش بيع وشراء، ده انا كفاية عليا اشوفك جنبي. انت غريبة قوي، مفيش حد زيك ابدا. يا حبيبي انا نفسي اساعدك، بس يا ريت اقدر. هتعمل ايه اكتر من كده؟ مش عارفة. كفاية يا سعاد، انا حاسس اني بظلمك. لا 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 بالعكس. الانسان لما يبقى مظلوم بيتضايق، ولما بيبقى ظالم بيتضايق اكتر. مدحت، لا ظالم ولا مظلوم يا حبيبي، انت شاغل نفسك بحاجات ملهاش اساس. انا نفسي ارد لك ده كله، بس يا ريت اقدر. مدحت انا مبسوطة كده وراضية بيك يا سيدي كده. انتي ها أميرة أوي. إلا إذا كنت بتعمل حاجة كده ولا كده من وراي. أظن دلوقتي ميعاد الدواء تاني. ما كفاية بقى، فاضل شوية دول، ولما تخلص الإزازة مش هنكرره بعد كده. يعني دول هيعملوا إيه بس؟ أنت كل مرة تغلبني كده. أمال بتعمل إيه مع هدى الصبح؟ ولا حاجة، باخد الدواء غصب عني. مدحت، تعرف إنها ست أميرة قوي، وجوزها كمان راجل كويس، بس لو يبطل لعب القمار ده. هو بيقول لي إنه بطل. أصل هو ده وحش قوي، ربنا يكفينا الشر. ما عندكش فكرة الحكاية دي بتضايق الست قد إيه؟ يعني تفتكري هدى متضايقة؟ طبعا، بس هي معتزة بنفسها قوي وما تحبش تشتكي. بس دول باين عليهم سعد قوي مع بعض. والله انت ما تعرفش ايه اللي بينهم، لكن ما فيش ست يريحها راجل بالشكل ده. صحيح يا سعاد، احنا مالنا باللي بينهم، هم معانا كويسين وخلاص. فعلا. على فكرة انا يمكن بكرة وبعده اخد اذن واجيلك في ميعاد الدواء. وليه تتعبي روحك؟ ما هي هدى بتيجي وخلاص بقى. لا يا مدحت، احنا تعبناها كفاية قوي، وان كان حبيبك عسل. الحكاية كلها 3 أيام، هانت خالص. الحمد لله. ما عندكش فكرة انا فرحانة قد ايه. هدى. ايوه. انا خايف قوي. ليه يا مدحت؟ خلاص قربت اخف، كلها يوم ولا 2. مدحت، حد يزعل لما ترجع له صحته؟ مفيش حاجة تعوضني عنك ولا حتى الصحة. وانت يا هدى؟ انا يهمني تخف انت قبل كل حاجة. وما يهمكيش لما يروحوا الدقايق الغاليين اللي بنسرقهم من الزمن؟ وايه فايدتهم؟ هيزودوا عذابنا. انت اللي عملت كده يا هدى، عاندتي مع نفسك ومعايا. مدحت، وادي النتيجة. في حد جه؟ ها؟ لا ابدا، يمكن الشقة اللي جنبنا. لا بس انا سمعت الباب. لا سعاد بتيجي الساعة 12، لسه بدري. طب هقوم انام. لا اقعدي معايا شوية، ده كلها بكرة وبعده والدواء يخلص. وهم الشوية دول هيعملوا ايه يا مدحت؟ فرصتنا الأخيرة يا هدى، مش هنعوضهم بعد كده. لا يا مدحت، احنا لازم يبقى عندنا الشجاعة عشان نخلي حبنا ده ينتهي. يموت؟ لا احنا محتاجين الشجاعة عشان نخلي حبنا يعيش يستمر يا هدى. مش ممكن يا مدحت، فات الوقت. ممكن، كل حاجة ممكن. على حساب مين؟
أسامة ولا سعاد مراتك ولا عادل جوزي؟ خلاص يا مدحت، فات الوقت. كل حاجة ممكن تصلح يا هدى. مش كل حاجة يا مدحت، في حاجات راح أونها خلاص. عشان ترجع لازم يرجع الزمن. لا يا هدى لا، ممكن نبتدي من جديد. مدحت ما تعذبش روحك وتعذبني معاك، مفيش فايدة يا مدحت. أنا مش هسيبك يا هدى، مش ممكن أعيش من غيرك. مدحت سيب إيدي أرجوك، سيب إيدي، ما تبقاش مجنون. لا أبقى مجنون لو سبتك. أنا بحبك. لا يا مدحت. صباح الخير يا جماعة. سعاد، في حاجات راح أونها، عشان ترجع لازم يرجع الزمن. لا يا هدى، ممكن نبتدي من جديد. مدحت ما تعذبش روحك وتعذبني معاك، مفيش فايدة يا مدحت. أنا مش هسيبك مدحت، مش ممكن أعيش من غيرك. سيب إيدي يا مدحت أرجوك، سيب إيدي، ما تبقاش مجنون. أنا أبقى مجنون لو سبتك. مدحت، أنا بحبك يا هدى، بحبك. لا يا مدحت. صباح الخير يا جماعة. سعاد، انت جيتي امتى يا سعاد؟ هنسنكوا يا جماعة. ما هو بدري يا مدام هدى. وانت يا أستاذ مدحت ازيك دلوقتي؟ خدت الدواء؟ أنا مش... لا مفيش داعي تتعب روحك، انت لسه عيان. سعاد أنا ما... مدحت، أنا ما سألتكش عن حاجة، لما تخف إن شاء الله نبقى نتكلم. لا سعاد، لازم تتكلمي دلوقتي. قولي أي حاجة، اعملي أي حاجة. حرام عليك تعذبيني بالشكل ده. أنا اللي بعذبك؟ طيب إيه اللي يريحك؟ أنا غلطان في حقك من الأول للآخر. اطلبي أي حاجة وأنا أعملها لك. مصمم يا مدحت؟ مصمم. لازم تتكلمي، قولي اللي يرضيك، قولي إيه اللي يريحك. الطلاق. إيه؟ الطلاق. لا أي حاجة غير كده أرجوك يا مدحت أرجوك، أنت مفيش فايدة من عيشتنا سوا. أنا ما أقدرش أخليك تحبني، ومش ممكن هقدر، مش ممكن. غلطة يا سعاد. أنا أوعدك إنها مش هتتكرر. ولا تتكرر، علاقتنا خلاص انتهت لحد كده. أنا هقعد الكام يوم دول لحد ما تخف وتروح شغلك، وبعد كده... طيب سعاد، اديني فرصة تانية أرجوك. يا ريت بس مش قادرة استحمل، غصب عني أنا كمان. في حاجات لو عرفتيها يمكن تعذريني. أعذرك؟ يا ما عذرتك، وادي النتيجة. يا سعاد وهدى اللي كنت عاملاها زي أختي، أمنتها على بيتي ودخلتها بيتي. طيب تعمل فيا سيبيني أشرح لك الظروف بس كلها. اسمعيني، هشرح لك كل الظروف بتاعتي وبتاعتها. يمكن إيه؟ أكذب على نفسي؟ أكذب اللي شفته بعينيا؟ أنا مش طالب البراءة يا سعاد. مش ممكن. إنما يمكن تخففي الحكم عليا. مفيش حاجة أبدا تبرر الخيانة. طيب اسمعيني، مفيش حاجة أبدا تبرر الخيانة. اسمعيني يا سعاد 5 دقايق، وبعد كده هنفذ لك كل اللي تطلبيه. طب وليه اتجوزتني؟ ليه اتجوزتني وانت عارف انك بتحبها يا مدحت؟ ما كنتش متصور ان الظروف هتجمعني معاها بالشكل ده. يعني خدتني علشان تنساها وبرضه ما عرفتش. ما هو لو ما كنتش قابلتها. اديك قابلتها. اظن دلوقتي ماليش مكان في حياتك. لا يا سعاد، لا ارجوكي توقفي جنبي للاخر. ارجوك يا سعاد، كملي التضحية بتاعتك. وايه النتيجة؟ انا مش عايز احبها ولا هي عايزة كمان. ظروف يا سعاد، ظروف هي اللي بتحطنا قدام بعض. لا يا مدحت، ما تظلمنيش اكتر من كده ارجوك. اسمع يا سعاد، بكرة الصبح
هنشوف شقة تانية في آخر مصر الجديدة، وهنبعد عنهم خالص. هنبعد عنهم خالص. ده انت قعدت في فرنسا 4 سنين وما قدرتش تنساها. علشان ما كنتيش معايا سعاد. لو وقفت جنبي سعاد ساعديني. مدحت أرجوك حرام عليك. أنا عارف إني بطلب منك تضحية كبيرة مفيش ست تقدر تقدمها أبدا، لكن أنت بالذات تقدري يا سعاد عشان خاطري. هقول إيه؟ مركب سايبة نفسها للموج عشان خاطري يا سعاد، لحد ما توصل للشط ولا لحد ما تغرق، مين عارف. ادخل يا عادل، مفيش داعي تمشي زي الحرامية. الله، انت صح يا هدى؟ ده الساعة تيجي 12 دلوقتي. الساعة 3:30. يا خبر، الوقت سرقنا. شلة بقى ما شفناش بعض من زمان وفضلنا نضحك ونهزر. مفيش داعي للكذب، أنا ما سألتكش كنت فين. ما هو أنا كنت لما بتلعب قمار بكرهك، ولما بتكذب بعد كده بحتقرك. عيب يا هدى الكلام ده. عيب؟ خش نام، مفيش داعي للمناقشة. طيب افرضي إن أنا بلعب، ده يضايقك في إيه؟ أرجوك تسكت، اسكت، أنا ما عنديش استعداد حتى أسمع صوتك. أنت ليكي ما جيش ناحية مصروف البيت، إنما مصروفي أنا حر فيه. أنت حر في كل حاجة، وأنا كمان حرة. مفيش حاجة ربطاني بالدنيا كلها غير أسامة. يا هدى ما تكبريش كل حاجة. لولا هو كنت موتت روحي من زمان. للدرجة دي يا هدى مش طياني؟ بس أنا لو اتخليت عنه هيبقى مسكين قوي، لا أب ولا أم. أنا بحب أسامة أكتر منك ولازم تعرفي كده. تسمح تنام بقى وتريحني؟ يعني مفيش فايدة من الكلام معاكي؟ أرجوك تسكت، اسكت بقى، اسكت. بناقص يا ستي، بناقص. أنا عايز يعني خوت الدماغ. شوف الأوض هنا ضيقة قد إيه؟ أهي معقولة يا مدحت؟ والسلم عالي ومن غير أسانسير كمان. يا سيدي زي بعضه، احنا يعني بنطلع كم مرة في اليوم. اللي غيظني إن الإيجار أغلى من الشقة اللي هناك. قول لي يا مدحت، انت ندمان علشان سيبنا الشقة التانية؟ أنا؟ أبدا أبدا. مدحت أرجوك تكلمني بصراحة. يمكن مش في إيدك إنك تحبني، لكن في إيدك على الأقل إنك ما تكذبش عليا. بالعكس يا سعاد، أنا أعصابي مستريحة وصحتي أحسن. طيب هو نفسيتك؟ أظن أنت ملاحظة، إحنا بقالنا هنا 15 يوم. ملاحظة إنك بتبالغ في معاملتك الطيبة ليا. عايز أعوضك اللي فات يا سعاد. ولا مش قادر تديلي الحب فبتقدم لي بداله العطف؟ لا 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 يا سعاد، ما تبقيش كده. طب قول لي يا مدحت، ممكن أسألك سؤال؟ أوي. بس تجاوبني عليه بصراحة. طبعا. انت كل يوم بتخرج الساعة 6 من أول ما سكننا هنا، بتروح فين؟ بتمشى كده شوية. بتقابلها؟ مدحت أرجوك تقولي بصراحة. والله العظيم ما شفتها من آخر ما سلمنا عليهم قبل ما نمشي. أمال بتروح فين؟ في كازينو على النيل بقعد فيه شوية، أعصابي بتستريح. إيه الكازينو ده كنت بتتقابلوا فيه من زمان؟ جاوبني يا مدحت، احنا اتفقنا على الصراحة. ايوه. يعني مفيش فايدة، بعدت عنها وبرضه مفيش فايدة. سعاد دي مجرد ذكرى الواحد بيراجعها في خياله. تجيب خيال من الماضي علشان ينسيك الحاضر. مدحت ما تسيبني، سيبني تريحني وتريح روحك. وبعدين معاك يا سعاد. مش ممكن. هتخليني اخبي عليكي بعد كده؟ انا مش عارفه اقول لك صارحني ولا اكذب عليا. كل حاجه فيهم امر من التانية. معلش يا سعاد، طولي بالك ارجوكي، طولي بالك شويه، بكره كل حاجه تتصلح. بكره ده بعيد قوي يا مدحت، مش عايز يجي ابدا ابدا. $70.
70 جنيه يا معلم، ده صالون ب 300 جنيه. والله بين البائع والشاري يفتح الله. ده مذهب فرنساوي، شوف الحليب بتاعه شكله ايه. مين جوه؟ عادل؟ ايوه يا هدى. حد معاك؟ دقيقة واحدة، أنا جاي لك عن إذنك يا معلم. ما تخلصنا بقى إذا كنت هتبيع، أنا سايب المحل لوحده. يبيع إيه؟ مفيش حاجة. يبيع إيه يا معلم؟ ما تتكلم. بديله في الصالون ده 70 جنيه، مش عاجبه. عادل، حصلت إنك تبيع عفش البيت؟ أنا هفهمك كل حاجة، بس طولي بالك. كل واحد بيتعذر يا ست هانم. إيه؟ وعشان خاطركوا حاجة على نفسي شوية، في 5 جنيه 75 كويس. اطلع بره، امشي اطلع بره احسن اوديك السجن انت هو. بره. جري ايه يا فندي؟ انت جايبني هنا تهزق ولا ايه؟ طب روح دلوقتي وانا هجي لك على المحل. هتجيني على ايه؟ الله الغني على دي بيعه. تبيع عفش البيت عشان تلعب قمار؟ والله العظيم ما انا قاعده لك ولا دقيقه واحده بعد كده. اسمعيني بس يا هدى، اسمعيني كلمتين اتنين. انا واقف في مصيبه كبيره. ما يهمنيش. انا هدخل السجن يا هدى. انا خدت 400 جنيه من عهده المؤسسه. والجرد يوم السبت اللي جاي. 400 جنيه؟ احسن. لحد امبارح كنت فاكر ان انا هعوض. امبارح خسرت 150 جنيه. خلصت فلوس البيت ومسكت في فلوس المؤسسه. ها؟ انا يا هدى خدت درس عمري ما هنساه. ساعديني يا هدى، اخر مره. اذا اتصرفت في اشياء من البيت ده انا هبلغ النيابه، فاهم؟ وهبلغ المؤسسه انك سرقت فلوسها. هدى يرضيكي ادخل السجن؟ انا ابن عمك يا هدى، ابن عمك. يا ريت يشنقوك، يا ريت. اللي زيك مش لازم يعيش ابدا. وأسامة يرضيك ابوه يبقى مسؤول؟ ما عادش حاجه تهمني ابدا، لا انت ولا اسامه ولا اي حاجه في الدنيا كلها. هدى لا ما تخرجيش يا هدى، ما تسيبينيش ارجوكي، خلاص دي اخر غلطه. اسمع ما اقولك، بكره هبعت ناس عشان يشيلوا العفش ده. خليكي عقل يا هدى. ده خلت فيا عقل. هدى اذا سبت البيت مش هتاخدي أسامة، لا بالمحاكم ولا بالنيابه، مش هتشوفيه خالص. زي ما يحصل، كل حاجه ولها اخر يا عادل. هدى. مين؟ مش معقول. ايه اللي جابك على الكازينو؟ مش عارفه يا مدحت. خرجت من البيت لقيت نفسي هنا، مش عارفه جيت ازاي ولا جيت ليه. بس انت عارفه ان انا باجي هنا، وانا قلت لك قبل كده. جايز جيت اقابلك وجايز عشان افتكر اللي فات. مش عارفه يا مدحت. انا مش حاسه انا بعمل ايه. اقعدي يا هدى، مالك يا هدى؟ انت مش طبيعيه خالص. ليه يا مدحت؟ ليه اتمسكت برايك؟ ليه سافرت؟ ليه جنيت عليا وعلى نفسك؟ ليه؟ هدي روحك شويه. ايه اللي مضايقك؟ اتكلمي. عادل ارجوك، مش عايزه اسمع اسمه، ما تجيبليش سيرته ابدا. حصل حاجه بينكم؟ خلاص سبته يا عادل، مش هرجع البيت، هروح على ماما. طب ايه اللي حصل؟ اتكلمي يا هدى، انت ليكي مين غيري دلوقتي؟ اتكلمي يمكن تستريحي. هقول لك ايه ولا ايه يا مدحت؟ طب ليه ما قلتليش من الاول؟ ايه اللي خلاك تستحملي ده كله؟ علشان خاطر أسامة من حقك. المحكمة تديهولي غصبا عنه. عادل هيهربه يا مدحت، هيعمل كل طريقة عشان يحرمني منه. ده مش سبب يخليكي تعيشي في العذاب ده كله. أصلك ما تعرفش الولاد غاليين قد إيه. لسه ما جربتش يا مدحت. يا هدى احنا من حقنا كمان نعيش. شوفي يا هدى. أيوة. احنا طريقنا واحد، مش ممكن نبعد عن بعض أبدا. بعد إيه يا مدحت؟ كل ما بنبعد الظروف بتقربنا تاني. يبقى ليه نعادل نفسنا؟ ليه نعذب روحنا؟ احنا غلطنا يا مدحت، أنا أو أنت، ولا أنا وأنت، المهم في غلط بندفع ثمنه. احنا دفعنا كتير قوي يا هدى، وأظن كفاية لحد دلوقتي. هنعمل إيه بس يا مدحت؟ انت
انت ما ترجعيش البيت تاني. روحي عند والدتك وصممي على الطلاق، وانا هسيب سعاد. مش معقول. بعد بكره الساعه 6 نتقابل هنا، كل واحد يكون خلص روحه ونبتدي مع بعض. نلتقي غدا. هدى. أفندم، جاي هنا تعمل ايه؟ أسامة عيان قوي، سخن زي النار. سيبك من الحركات دي، مش هدخل البيت ده تاني خالص. أسامة جه من المدرسة شايلينه. برضه ما يهمنيش، أنا عايزة طلب واحد وبس. مش وقته يا هدى، مش وقته. روحي شوفي أسامة الأول، أنا سايبه مع الجيران، مش حاسس بحاجة وقاعد ينادي عليك. ما تضحكش عليا بالكلام ده. أنت مش مصدقة؟ الدكتور كان عنده من شوية وقال إن حالته خطرة، وقال روشتة هي ستي. أسامة، أنت بتتكلم جد؟ روحي شوفيه بنفسك، وما كانش عيان قوي أسامة، تقدري ترجعي على طول. طب دقيقة واحدة هلبس وهاجي معاك حالا. أسامة يا حبيبي، مالك يا حبيبي؟ سلامتك يا روحي، بعد الشر عليك. راجل بيضربني على راسي. أسامة ماسك العصاية وبيجي ورايا. أسامة حبيبي، أسامة. مالك يا روحي؟ مالك يا حبيبي؟ مالك؟ كلب بيجي ورايا عايز يعضني. كلب عايز يعضني يا ماما. أنا جنبك يا حبيبي، ما تخافش. أنا جنبك يا روحي، ما تخافش يا أسامة. يا خبر، ده سخن قوي. الدكتور قال ايه؟ مشتبه ان عنده تيفود. وبعدين ما تسيبنيش يا ماما، ما تسيبنيش وتمشي. انا جنبك. الكلب هيعضني والراجل بيضربني بالعصايه. فداك يا اسامه، فداك يا حبيبي، ما تخافش. ماما انت رحت فين؟ انا جنبك اهو يا حبيبي، ما تخافش يا اسامه، ما تخافش. هتسيبيني وتمشي والكلب هيعضني. لازم نشوف دكتور تاني بسرعه، لازم. الدواء ده هيخليه يهدى، بس يا ريت ياخده. خد يا حبيبي أسامة، خد يا روحي عشان خاطر ماما. ده يلا قوي. دي زعلانه مني يا ماما عشان كسرت الكوبايه امبارح. حبيبي مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني. وبعدين يا عادل، وبعدين ربنا موجود، خدي بالك منه قوي يا هدى. الله. وانت؟ انا يمكن امشي بعد بكره الصبح. هتروح فين؟ مش عارف لسه. بعد بكره هيجردوا الخزنه. تهرب يا عادل؟ بدل ما ادخل السجن. يا ما قلت لك يا عادل. كل واحد بياخد نصيبه. انا حابة اتصل بالتليفون علشان اطمن على أسامة. لا يا عادل، خليك معانا دلوقتي. غصب عني لازم امشي، هيجوا يقبضوا عليا في البيت هنا. انا ما عنديش مانع تتصرف في اي حاجة من عفش البيت، بس بشرط. لا يا هدى، اول ما يخف أسامة هاخده وهمشي. ايه رأيك؟ انا مش هلمس اي حاجة في البيت هنا، انا عندي لسه فرصة يومين كمان. انا كلمت جماعة اصحابي يمكن يشوفوا لي المبلغ. طب واذا ما قدرتش؟ يبقى ههرب من هنا خالص. وانا لازم تخلصني قبل ما تمشي. احنا مش هنقدر نعيش مع بعض تاني ابدا يا عادل. بابا ماما انت رحتوا فين؟ انا جنبك اهو يا حبيبي، انا جنبك. ماما جنبك. انا بحبكم قوي، ما تسيبونيش لوحدي. هدى انا ما اقدرش. نكمل كلامنا بعدين يا عادل، مش وقته دلوقتي. سعاد. سعاد، أنا عايز أتكلم معاك دقيقتين. وأنا كمان عايزاك في كلمتين. خير إن شاء الله. بس على فكرة، قول لي أنت الأول، أنا الأخبار بتاعتي حلوة قوي، هخليها للآخر. أخبار إيه؟ أنت عايز تقول لي إيه؟ لا معلش، اتكلم أنت الأول. اسمع يا سيدي، أنا رحت النهاردة للدكتور. مالك؟ في حاجة تعبكي؟ أيوة يا مدحت، بيبي صغير. حامل؟ انت حامل؟ الله، مالك يا مدحت؟ هي دي حاجة تضايقك بالشكل ده؟
لا مش متضايق، بس يعني ليه ما قلتليش من زمان؟ ما كنتش متأكدة. مبروك يا ستي. ومبروك ليك انت كمان. ها قولي، عايز تسميه ايه يا مدحت؟ مش عارف الحقيقة، ما فكرتش في الموضوع ده. اسمع، اذا جت بنت هسيبك انت تختار الاسم، لكن اذا جه ولد انا اللي هسميه. زي بعضه. ومين عارف، يمكن يجوا توأم، ولد وبنت، يبقى كل واحد مننا يسمي واحد. مدحت مالك يا حبيبي؟ الحكاية دي ضايقتك؟ لا ابدا يا سعاد، ابدا. امال بتفكر في ايه؟ انت كنت عايز تقول لي ايه من الحق؟ لا ولا حاجة، ده موضوع هايف كده في الشغل. اسمعه برضه. معلش قدام بقوله لك. ليه يا مدحت؟ قولي لي الاول. ها الدكتور قال لك ايه كمان؟ قال لي يا سيدي البنت طالعه زي القمر، وابوها هيحبها قوي قوي قوي. انت مصممه انها بنت؟ نفسي يا مدحت، وقلبي حاسس كده انها هتبقى بنت ان شاء الله. اشمعنى يعني؟ ده كل الناس بتحب تجيب ولد، وخصوصا في الاول. بس انا عايزاها بنت. اقول لك ليه؟ يمكن تقدر تاخد منك الحب اللي انا ما قدرتش اخده منك. مالك يا مدحت ساكت ليه؟ وانتي كنت ساكتة ليه؟ احنا بقالنا ربع ساعة ما تكلمناش ولا كلمة. انا مستني رأيك. عملتي ايه؟ مدحت انا مش هقدر اسيب اسامة، ده عيان قوي، ويا دوب الحرارة النهاردة ابتدت تنزل. أسامة هتاخديه في الآخر حتى لو بعد عنك شوية. ما اقدرش يا مدحت اسيبه ولا يوم واحد، ده انا جيت لك بالعافية. بس احنا اتفقنا يا هدى. معلش يا مدحت ارجوك اعفيني من الاتفاق ده. اتصالحتي انت وعادل؟ لا ابدا بس في حاجات تانية كتيرة قوي. لحقتي تغيري من ناحيتي؟ دول يومين 2. مدحت انت عارف انا بحبك قد ايه، طول عمري وانا بتمناك. يبقى ممكن نبتدي مع بعض. في متاعب كتير هتقابلنا، لكن حبنا يقدر يحل كل مشكلة. كان يقدر في الاول يا مدحت، لكن دلوقتي لا. مش بقولك اتغيرتي من ناحيتي؟ مدحت الزمن هو اللي اتغير، والحاجة لما بتنزرع في غير اوانها مش هتطرح حتى لو سقيناها ورعيناها. ليه بتتكلمي كده؟ دي الحقيقة اللي انا وانت عايزين نهرب منها. اسأل عقلك يا مدحت، اسأله اذا كان مقتنع باللي كنا بنعمله او هنعمله. انا ما فكرتش غير في حاجة واحدة، حبنا اللي عاش طول عمره يتيم وابوه وامه موجودين. ايوه بس احنا بالشكل ده هنقتله. مدحت الانانية بتموت الحب، والتضحية هي اللي بتحييه. يعني عايزاه يعيش خيال، وهم، عذاب بالنسبة لنا احنا الاتنين. احنا اللي بنجيب لنفسنا العذاب. مدحت احنا مش لازم نشوف بعض، خلي دي اخر مقابلة بينا. مش معقول يا هدى. مدحت لازم يبقى عندنا الشجاعة، لازم نواجه الحقيقة مهما كانت مرة. مدحت انت طول عمرك عاقل وشجاع. مش معقول دي تبقى نهاية حبنا يا هدى. ابدا يا مدحت، دي بداية جديدة لحبنا. بدل ما تظلم سعاد معاك واظلم اسامة، نقوم نظلم نفسنا، مش كده؟ مدحت بكرة هيكون عندك اولاد وهتعرف غلاوتهم قد ايه. سعاد حامل. مبروك يا مدحت، ربنا بعت لك الهدية دي في الوقت المناسب. ولو جابت بنت انا هسميها هدى. مدحت ادي حبك لهدى الصغيرة،
قول لها هدى الكبيرة بعتهولك. وانتي يا هدى، انتي هتعملي ايه؟ كفاية عليا أسامة. وعادل؟ عادل انتهى خلاص من حياتي، دوره انه مجرد اب لأسامة. ممكن تديله فرصة. المرة دي انا حاسس انه ندمان فعلا ومش ناوي يرجع. حتى لو انا سامحته النيابة مش ممكن هتسامحه، ده هيدخل السجن. كل حاجة ليها حل يا هدى. المهم دلوقتي يا مدحت، ايه رأيك؟ والله اللي تشوفيه يا هدى. يعني مش زعلان مني يا مدحت؟ لا بالعكس. يعني اقدر اطلب منك طلب واحد اخير قوي؟ توعدني انك هتنفذه؟ طبعا. مدحت، ما تحاولش تقابلني ولا تتصل بيا بعد كده ابدا. انا كنت عايز يعني انا وانتي نروح نسلم عليهم ونشكرهم. بس انا الحقيقة انا سألت عليه لقيته سافر. تصوري الصبح يقدم الطلب وبالليل يمشي على طول. ربنا يوفقه. هو يستاهل كل خير. ومراته كمان ست في منتهى الطيبة. الحقيقة هما الاتنين ناس أمرة. أيوة صحيح، ناس أمرة. وهكذا دارت الأيام مع كمال الشناوي في دور مدحت، سهير المرشدي في دور سعاد، كمال حسين في دور عادل، مديحة حمدي في دور هدى، بالاشتراك مع جبر عبد المنعم، مجدي يوسف، هاني عبد العظيم، محمد بهجت، والطفل محيي السويفي. قام بالتسجيل أحمد تركي.